حركة تغيير يعني تواجه بمقاومة كبيرة جدا من النظام السابق، وبالتالي غير الطبيعي هو الرومانسية الكبيرة في أنه أنزل 18 يوم على الميدان وأرفع لوحات مكتوب عليها انجز عاوز أحلق وانجز عاوز أتجوز وبعدين خلاص انتهى الأمور والدنيا روزي لا لا لا، هذا غير طبيعي. الطبيعي هو ما يحدث الآن، هذا الكلام معروف طب تماما. أقول لك حاجة غير طبيعية أختم نعم. بيها معاك. نعم. كنت لسه حضرتك مش متوقعها، جاني الآن من فريق الإعداد في خبر عاجل: تلفزيون إسرائيلي يترجم كلمة السيسي بالعبرية ويعيد بثها الآن للمرة الثانية. الله يتقبل. دكتور عبد الله معروف الأكاديمي والمحلل الفلسطيني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة، ويوما قريبا سيشرق الفجر، أنا على يقين إن شاء الله. بعد الفاصل لسه متواصلين في مع معتز. دكتور علاء الأسواني في تغريدة على تويتر يعلمنا التاريخ أن إنجازات الدكتاتور أشبه بقصور من الرمال. ما فائدة المصانع لشعب يتم قمعه وإذلاله كل يوم بلا كرامة ولا حرية، لا قيمة لأي إنجاز. وسائل الإعلام الإسرائيلية ما صدقت خبر واستجابت لطلب السيسي بإذاعة خطابه عن السلام في إسرائيل، ونشرت الصحف العبرية كلمته. ووصفت القناة الثانية الإسرائيلية خطاب السيسي بأنه غير عادي، وأن ما قاله هو بمثابة رسالة سلام صادقة. القناة العشرة الإسرائيلية اعتبرت خطاب السيسي دليلا على استعداد مصر لاستئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. أما صحيفة يديعوت إحرانوت العبرية ذكرت أنه وفقا للسيسي فإن إعطاء الأمل للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين سيسمح بكتابة فصل جديد في التاريخ، وأن المبادرة الفرنسية التي عرضها لأول مرة وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس تشهد تغيرات طيلة الوقت. موقع ولا الإسرائيلي قال أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أنه بيبارك تصريحات الرئيس المصري. نتنياهو أضاف في بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية تعليقا على كلمة السيسي اليوم أنه يعلن أيضا استعداده لاستثمار أي مجهودات لدفع مستقبل السلام والأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشعوب المنطقة. وأعلن نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للتعاون مع مصر والدول العربية الأخرى لتقدم المسيرة السياسية والاستقرار في المنطقة، مختتما بالقول: نقدر الرئيس السيسي وطموحه. هي دي جملة معبرة جدا من الزعيم الصهيوني نتنياهو: نقدر الرئيس السيسي وطموحه. هي واحنا مصر كلها والمنطقة العربية كلها بتقدر طموحه وبتدفع ثمن طموحه. ده رئيس حقيقة بالنسبة ليهم طبعا، مش بالنسبة لنا احنا يعني من نتنياهو. يعني تخيل لما نتنياهو يقول نقدر الرئيس السيسي وطموحه، يبقى ايه بالنسبه لنا؟ وطبعا بيقدر طموحه اللي هو بيخدم وبيخدم على مصالح الصهاينه ضد كل ما هو مصري وعربي واسلامي. مش كده وبس، لا، ادى المعارضه الصهيونيه كمان بترحب بدعوه السيسي. يتسحق هرتسوج زعيم المعارضه الاسرائيليه قال ان العالم العربي يتوقع من اسرائيل مد يدها من اجل السلام بشكل يتسم بالشجاعه. وأضاف في تصريحات لموقع ولا الإخباري العبري أنني أرحب بكلمة الرئيس المصري. هذه كلمة تعكس إمكانية حدوث أمر تاريخي. العالم العربي المعتدل يتوقع من تل أبيب أن تمد يدها من أجل السلام بشكل يتسم بالشجاعة والقوة والرصانة. واجبنا أن نفحص الأمر بشكل جدي. من المهم جدا الاستماع لتصريحات الرئيس المصري ودراسة الفرص التي احتوتها بشكل جدي ومسؤول. برلمان البلالة ما صدق هو كمان ان السيسي اتكلم عن السلام مع الصهاينة، وصرح بالامر طبعا محمد كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب أنه لا يوجد أي محاذير في استقبال سفراء وممثلي الدول الأجنبية داخل المجلس، حتى وإن كان هذا السفير هو السفير الإسرائيلي.
وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقاء اللجنة مع المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالقاهرة أن استقبال السفراء الأجانب يأتي في إطار تنسيق الجهود بما يخدم قضايا الأمن القومي المصري. وأشار إلى أن استقبال البرلمان سفير أي دولة أو ممثل عنها لا يأتي إلا بموافقة رئيس المجلس. وأعود وأكد لحضراتكم أنه لا محاذير على استقبال أي سفير حتى لو كان السفير الإسرائيلي. هكذا هي الرسالة التي تأتي من برلمان البلالة، البرلمان اللي بالتأكيد مش معبر عن الأمة. ولا معبر عن الأمة؟ حضرتك شايف أن البرلمان ده معبر عن أمة، معبر عن الشعب، وما عندكش حقيقة أي مانع أنه يستقبل السفير الإسرائيلي في البرلمان المصري حقيقة، ويستقبل بالتأكيد بعاصفة من التصفيق. إيه رأيك؟ طبعا دول شوية معرضين هيصفقفوا لما ايديهم تنزل دم. ايه رأي حضرتك؟ برلمان بيعبر عنك، بلد بيعبر عنك، السيسي بيعبر عنك، هو ده الدكر واتباعه اللي حضرتك كنتوا مستنيهم. اذكر حضرتك بس عشان تعرف ان دول شويه نصابين وافاقين ومعرضين وعلاقتهم بالوطنيه زي علاقه حضرتك باللغه الصينيه، وانهم خدامين للبياده او خائفين من البياده او لاحسين للبياده. اي حاجه هذا البرلمان وهؤلاء البشر لا يعبرون عن مصر الحقيقيه اطلاقا. مصر مغتصبه وهؤلاء يعاونون المغتصب. اذكر حضرتك ان برلمان البلاله وبكل تواضع هذه التسمية التي أطلقناها ولصقت بهذا البرلمان حقيقة زي ما لصق اللي مش بني آدم بأحمد للقبر إن شاء الله. أذكر حضرتك أن هذا البرلمان، برلمان البلالة، في مارس الماضي أسقط العضوية عن توفيق عكاشة بأغلبية 465 عضو بعد ما استضاف السفير الإسرائيلي لمصر في منزله بمحافظة الدقهلية. هذا البرلمان أسقط عضوية توفيق عكاشة بأغلبية 465 صوت في شهر مارس اللي فات، يعني من أقل من 3 شهور، بناء على استقبال العكش للسفير الإسرائيلي في بيته، في حين أن رئيس المجلس محمد كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بيقول لك أنه مستعدين نستقبل السفير الإسرائيلي. قول لي بالله عليك، دول شوية مطبلطية وشوية خواجات قاعدين في المجلس، ولا دول ممكن يطلق عليهم ايه؟ قول لي بالله عليك، قول لي هتقدر تواجه نفسك بده؟ مش هو ده المجلس اللي اسقط عضوية توفيق عكاشة عشان قابل السفير الاسرائيلي في بيته؟ النهارده رئيس لجنه الامن القومي، لجنه الدفاع والامن القومي، بيقول لك احنا ما عندناش مانع نستقبل اي حد حتى لو كان السفير الاسرائيلي، وان ده ياتي في ظل الامن القومي المصري. قول لي بالله عليك، ده شيء عادي؟ الكاتب الصحفي وائل قنديل علق على كلمه السيسي خلال افتتاح محطه كهرباء باسيوط الجديده من محافظه اسيوط النهارده، ونشر على الفيسبوك قائلا: خطاب السيسي النهارده هو الاخطر. السمسار ينفذ الأوامر بفتح المزاد على الأرض، معلنا دخول مرحلة سايس بيكو الجديدة. حقيقة أعتقد إن أنا بتفق تماما كمان مع اللي بيقوله أستاذ وائل قنديل. حركة حماس رحبت بتصريحات السيسي المتعلقة بتحقيق المصالحة الفلسطينية. وبحسب الموقع الرسمي في للحركة الناطق باسمها سامي أبو زهري، قال إن الحركة تؤكد جاهزيتها للتعاطي مع كل الجهود لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. وعبر أبو زهري عن أمل حماس في أن تؤدي هذه التصريحات لإعادة الدافعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. الدكتور محمود الزهار القيادي بحماس طالب بأن يكون هناك ضمانات قبل أي تحرك للسيسي للتسوية بين فلسطين وإسرائيل أو أي خطوة للمصالحة بين حماس وفتح. الزهار قال ردا على المبادرة اللي أطلقها السيسي النهاردة للاتفاق على السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بالنسبة للموضوع الأول الخاص بالتوصل إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، أعتقد الموضوع بدأ منذ السادات، واتفاقية كامب ديفيد بتمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، لكن حتى الآن لم تحقق إسرائيل أي شيء من هذا القبيل. وفي عهد الرئيس المخلوع مبارك
تدخلت مصر قليلا وتوصلنا لاتفاقية أوسلو عام 93 والتي كانت على 3 مراحل: غزة وأريحة، ثم الضفة الغربية، والمرحلة الثالثة إقامة دولة فلسطينية، وحتى الآن لم يتحقق أي شيء من ذلك. ثم جرت مفاوضات برعاية أمريكية وهي الأخرى لم تحقق أي شيء، والصورة الآن باتت كالتالي: 60% من الضفة الغربية تحولت لمستوطنات، لا يوجد فلسطيني واحد على الأرض المحتلة منذ 67، والجزء الوحيد الذي لا يوجد فيه يهود هو قطاع غزة بعد أن أجبرت المقاومة الفلسطينية إسرائيل على الخروج في 2005. وبالتالي زي ما بيقول الزهار، نحن في هذا الإطار نطالب بأن يكون هناك ضمانات بطرد اليهود من تلك الأراضي، وأن يكون هناك دراسة حقيقية لذلك، وأن يدس الجانب المصري النبض في المياه الراكدة قبل أي تحرك حتى لا يفشل، وأن تتحول تحركاته إلى مجرد اجتماعات وجداول أعمال دون اتفاقات. أما على جانب المصالحة بين حماس وفتح، فإن حماس زي ما بيقول الزهار بحاجة إلى ضمانات حول مع من سنتصالح ونتفق معه في حركة فتح، لأنها باتت ستشهد انقساما بين مؤيدين لأبو مازن ومن هم ضده، وحتى من هم في معسكر أبو مازن منقسمون. وذكر الزهار أنه في 4 مايو 2011 توصلنا إلى اتفاق برعاية القاهرة، ومن قبل هذا كان اتفاق 2007 برعاية السعودية، لكن حتى الآن لم تتحقق أي نتائج، لأن فتح تريد فقط إخراج حماس من المشهد السياسي. نشطاء التواصل الاجتماعي في موريتانيا، عايز اقول لك بس ان السيسي بيحن لاصله بعد ما كان بينطلق انطلاقه مدويه في تويتر، وعرضته في مطلع هذه الحلقه، اختفى من الترند كالعاده. يعني عارفين انتوا الحركات دي طبعا، حفظتوها، لو بتتابعوا برنامج المتواضع هتعرفوا هذه الحركات اللي اثبتناها لكم 1000 مره. خرج من المراكز ال20 الاولى حقيقه. السيسي بيحن لاصله، خرج، ما كان في الترند وللاسف خرج بعد ما اتكلمت عليه والناس زادت فيه، للاسف خرج. بتحصل في احسن التويترات لما بتكون برعايه اماراتيه مصريه. نشطاء التواصل الاجتماعي في موريتانيا دشنوا حمله مناهضه لمشاركه السيسي في القمه العربيه المقرره في 25 يونيو القادم بنواكشوط، معتبرين أن لا خير في استضافة القمة العربية إن كان ثمنها وجود السيسي بنواكشوط. حملة بدأت على موقع التواصل الاجتماعي بعد أن بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برسالة يدعو فيها السيسي لحضور القمة، حيث سلم الرسالة وزير العدل في الحكومة الموريتانية إبراهيم ولد دادة. ودشن النشطاء الحملة عبر رسم لا للسيسي في نواكشوط، مطالبين الشعب الموريتاني والمدونين بالمشاركة الهاشتاج خلال الفترة القادمة، حيث اعتبروا أن دعوة السيسي لزيارة نواكشوط شكلت صدمة للشعب الموريتاني الذي لا زال يتذكر مشاهد يوم فض اعتصام رابعة وما تال ذلك من مجازر. الناشط الإعلامي أحمد ولد سيدي في حديث العربي 21 قال إنها حولت السيسي في عيون الموريتانيين على فض المدابع اللي حصلت لمجرد سفاح لا رئيس دولة بحسب تعبيره. الناشط مختار آلت كتب على صفحته في الفيسبوك: لا مرحبا ولا سهلا بقاتل المصريين وخانق الفلسطينيين وعميل الإسرائيليين، غريب من يرحب بالمجرمين والقتلة في أرض شنقيط. بعد الفاصل مكملين الحكاية. تعديلا او الحاقا بالخبر السابق اللي قلته في ختام لقائي مع دكتور عبد الله معروف، ان تلفزيون اسرائيل بيترجم كلمه السيسي بالعبريه ويذيعها عده مرات. الان اؤكد لحضراتكم ان جميع القنوات الفضائيه الاخباريه الاسرائيليه تبث خطاب السيسي مترجما للعبريه. جميع القنوات الإخبارية الإسرائيلية في خبر أكيد يملأ بالغبطة كل قلب كل مواطن مصري غيور على وطنه لما يشوف رئيس دولته حقيقة خطابه بيتم ترجمته 10 مرات للعبرية وبيذاع في كل تلفزيونات إسرائيل كطبيبة للفلاسفة أو الهلوسة، أي حاجة يعني معبرا عن هذه الأمة. مرحى لهذه الأمة ومرحى لهذا الجيل ومرحى لهذا الشعب حقيقة الذي يشهد هذه اللحظة التاريخية الغارقة في الهباب والأطران.